بقيمة 100 ألف يورو. المطربة الإماراتية أحلام تتعرض للسرقة في باريس. أهلا بكم في قناة أخبار النجوم مع إيمان. فضلكم لايك واشتراك في القناة. تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لحادث سرقة للمرة الثانية في العاصمة الفرنسية باريس. تقدمت الفنانة الإماراتية أحلام بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16 بعد أن فقدت مقتنيات بقيمة 1000 يورو، وذلك بعد أن اختفت حقيبتين من أمام المسكن الذي نزلت فيه. وأوضحت الفنانة أحلام أنها تركت الحقائب عند المدخل، وحين عادت لأخذهما اختفى. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة الإماراتية أحلام للسرقة في باريس. ففي عام 2016 كشفت أحلام عن سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو، وكانت قد وضعت حقيبتها إلى جانبها لتلاحظ بعد ذلك اختفاء ساعتها والحجر الكريم. وفي الأيام القليلة الماضية طرحت الفنانة الإماراتية أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية التي يحمل اسم السيدة الأولى، ويضم 5 أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وذلك من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي. وأضافت الفنانة الإماراتية أحلام وكشفت عن امتنانها وشكرها للموسيقار الدكتور طلال على ثقته الكبيرة بصوتها واستمرارها في تقديم الأعمال الغنائية لها، وحرصها الشديد على التعاون الدائم معه والغناء من ألحانه. وأشارت الفنانة أحلام إلى أن أغنية الألبوم السيدة الأولى تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة التي تكشف مساحات جديدة في صوتها مع الكلمات الرشيقة والتوزيع المتميز ليضيف إلى سجل نجاحاتها الفنية، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور.